الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. دكتور محمد، هناك يعني سؤال ورد إلينا ولا أدري يعني ما مدى صحة هذا. أحد الناس يقول: هل الوائدة والموءودة في النار؟ طبعا أنا أتفهم أن الوائدة التي قتلت يمكن أن تكون في النار، أما الموءودة التي يعني قتلت بأي ذنب قتلت، يعني هل الوائدة والموءودة في النار كما يسأل السائل؟ استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. وبعد، هي القضية ان ده حديث على فكرة، يعني هو فأنا أفهم ان الوائدة أو الوائد في النار، لكن الموءودة ليه في النار؟ لا ذنب لها، بل إن القرآن يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أنا أرى أن هذه الآية أن البنت كانوا يظلمونها ظلما كبيرا يصل إلى حد القتل المعنوي، لأن زي ما أنت تصورت، يعني إن مثلا يجي واحد يدفن بنت صاحية، المجتمع كله هيقف ضده، يعني مفيش حد هيوافقه، حتى لو أنا ما بحبش البنات مش هوافق على حاجة زي كده. فالقرآن واضح في ألفاظه، وأنا قلت لك القتل المعنوي ده أو القتل الفكري أو القتل النفسي مسألة اللسان العربي يعرفها، ويعني سواء كان قتلا ماديا أو قتلا معنويا في النهاية هو ظلم للبنت يقع على البنات الطفلة. وهذا أيضا كان يعني من عرف من أعراف الجاهلية، خلينا نقول من أعراف الجاهلية. والمجتمع كان بيحرر نفسه من هذا.